مرحبا أحلى متابعي برنامج رسالة خير إلى الحلقة 29 ما قبل الأخيرة بعنوان ياسر القلب. يحزن القلب كثيرا عنوان إشاعة الفاحشة والتداول بها. ضجت مواقع التواصل بالكثير من الاستهتارات والأمور العادية. أصبح الكلام عادي جدا بهذه الفتنة، بهذا الضلال. أصبح المؤمن يرمي أخته المؤمنة أو أخاها المؤمن بدون سبب، بدون دليل. أصبح حتى الكلام العادي، السب والشتم والقذف في كلامهم العادي أصبح متداول حتى عند الأطفال. أقسم بالله العظيم أن هذه الأشياء تحزن كثيرا، توجع. لا أعلم هل أنتم مؤمنون أم خرجتم من الملة؟ فما جزاء من يشيع الفاحشة بمعنى الآيات الكريمة الذي دلنا عليها الله سبحانه وتعالى، وكثير من الأحاديث شدت كثير تشديد في هذه الأمور. يعني الذي يشيع الفاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة. أيضا احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حين ترمي أخاك أو أختك المؤمنة بدون دليل، بدون 4 شهود، يقام عليك الحد. لماذا أصبحت هذه الأمور عادية جدا؟ أصبح السب والشتم والقذف في أساسيات أيامنا، في كلام عادي، كلام عام عادي. يا ابن الفاعلة، يعني بدون ما أتلفظ أنا بهذه الألفاظ، ما ليش الشرف أتلفظ بها ولا أستطيع ذكرها أصلا. تمنعني حيائي وأخلاقي وخوفي من الله. الذين ينشرون الفاحشة سواء عن طريق مواقع التواصل أو عن طريق الكلام أو عن طريق حتى النظرة. فنصيحتي لكل الناس الذين لا يتأكدون من الأشياء التي يتحدثون بها: كفوا عن أنفسكم السيئات الذي يكتبونها عنكم الملائكة. ألا تستحون من أقوالكم وأفعالكم ونشركم لهذه الرذيلة؟ مهما كان النصح بينك وبينه خير سبيل وخير عمل. فلماذا نتحدث عن عورات الناس ونبحث عن زلاتهم أو أخطائهم لكي نشمت فيهم، أو نقول ما ليس فيهم لكي نغيظهم، أو لكي نكسب جهات يكرهونهم إلى صفنا؟ فلتستحوا قليلا، إن لم تستحوا فلتصنعوا ما شئتم. والآخرة مقر كل إنسان يحتكم فيه الصغير والكبير. من كذبتم عليه ومن قلتم فيه الحق، حتى ولو قلتم فيه الحق قولوه بالقول اللين. وهو فرعون أتى له موسى بالقول اللين. كثيرا من العقوبات نزلت في القرآن الكريم الذي يشيعون الفاحشة، وأيضا الذين ينشرون الفتنة. ولا أعلم أين مقركم من هذه الكلمات. حتى أن السب والشتم أصبح مثل السلام عليكم. لا تلقون له بالا ولا تستحون من الملائكة الذي تكتب عنكم كل صغيرة وكبيرة. ستعرض كل الأعمال، كل الأقوال والأفعال. فكونوا قدوة، وخير قدوة حسنة. وحتى إن رأيتم ما يسوءكم من غيركم فلتأتوا له بالقول اللين والنصيحة الحسنة، لأن أعراض الناس أيضا ليست هينة. أعراض الناس اليوم قد تفتن خلق الله، في آخر غدا سيفتن. مرحبا متابعينا. طبعا في آخر حلقتين في سؤال عن الماشي، اليوم حصلنا البطل. ما اسمك؟ عرفنا على اسمك. عبد الكريم. كيف حالك يا عبد الكريم؟ طبعا شوفوا ما بيبيع بطاطس، صح؟ في حديقة السبعين طبعا. فأنا حبيت أختم آخر حلقتين، سبحان الله فوق لقيناها الأول، والله العظيم ما معي إلا قيمة سؤال، لكن بإذن الله يتعوضوا الناس الذي أنا أتمنى أن أنا أسعدهم، خصوصا الباعة المتجولين. طبعا يا عبد الكريم، صح؟ أنا أسألك سؤال بس بسيط، يعني إيش رأيك في الناس الذي بينقلوا كاذب عن الناس؟ يعني مثلا راح يقولوا فلان مات وينشروا ويفجعوا أهلهم، إيش رأيك بهم؟ يعني إيش عاقبتهم؟ جهنم. وإيش رأيك يعني فيهم؟ يعني هل هذا عمل صح أو لا؟ أكيد. فألف ألف مبروك الجائزة، وإن شاء الله اشتري منك هؤلاء كلهم. بكم المبلغ قلت لي؟
4000 وإن شاء الله بإذن الله أزيدك فيها 5 وألف ألف مليون مبروك على الجائزة. وهذه هي الجائزة، تفضل عدها. أربعة، وهذا 200 تسجلها لو سمحت. 400 وهذا 500. ألف مليون مبروك، إن شاء الله موفق يا رب. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأكارم في برنامج رسالة خير في حب الغير. اليوم نلتقي بالرائعة والمتميزة اختيار شريان. كيف حالك يا اختيار؟ الحمد لله كويسة. نورتي برنامجي. والله أنا سعيدة بتواجدك أكثر يعني. الله يحفظك يا اختيار. في برنامجي في رسالة مشهور، ايش رسالتك عن الاشاعات الكاذبة؟ يعني تكلمي بكل بساطة وعفوية يعني عن اثر الاشاعات الكاذبة في المجتمعات بشكل عام، عربية ولا اجنبية. والله بالنسبة لي الإشاعات هي مجرد إثارة للجدل أول شيء. الله. ثانيا اشياء يقول اصحاب الاشاعات ايش بتستفادوا يعني لما مثلا تطلعوا اشاعه على شخص انه مثلا مات، اشاعات كاذبة انه طبعا حصل له كذا، انه مريض، انه سواء في هذا ولا في يدخلوا في الاعراض، في الكذب او أيوة، في التفرقة بين الناس، في كلام يعني، او زي ما قلت يدخلوا في الاعراض يعني، او انه مثلا فلانه انفصلت، فلان كذا. ليش يعني تحسيني ماشي عندهم اي شيء في حياتهم غير انهم يطلعوا اشاعات، لانه اصلا حياتهم فارغه. ما ادري هل شيء في معهم ما يشغلهم او لا. لا فعلا. عشان هم فاضيين فبيدوروا يدخلوا في حياة الآخرين. فعلا والله العظيم فعلا. فرسالة مختصرة من الرائعة والمتميزة اختيار شريان. شكرا جزيلا على تواجدك ومنحك هذه الفرصة. تحياتي لك ودمتي بخير.